السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله تكونوا في احسن حال. كنت قاعد مع نفسي من شويه ولقيت نفسي بتساءل ايه الهدف والغايه من اللي احنا بنتعلمه؟ هل الهدف والغايه منه ان احنا نوصل لمرتبه احسن في حياتنا وحاجه تفيدنا في الدنيا وان شاء الله تفيدنا في الاخره، ولا الهدف من اللي احنا بنتعلمه واللي بنحاول نوصل له هو فكره ان احنا نرضي الناس ونبان في شكل معين لمجرد اعجاب الناس؟ الحقيقة لما انت تقعد مع نفسك وتتصالح مع نفسك وتكون واضح وصريح، بتلاقي نفسك بتقول حاجات يمكن كتير جدا بتهرب منها او ما بتحبش ان انت تتكلم فيها. من ضمن الحاجات دي هي ايه الهدف من اللي انت بتتعلمه. ويمكن لكوني بقالي 16 سنة بتعلم ودلوقتي في اخر سنة كلية، بدأت الاحظ ان احنا في حاجات كتير جدا في حياتنا بنعملها لمجرد ارضاء الناس، على الرغم ان احنا المفروض كلنا مدركين فكرة ان رضا الناس غاية لا تدرك، بل المفروض ان رضا الناس ما يكونش غاية، لان الناس لن ترضى عنك. ان كان غايتك من اللي انت بتحاول توصل له وبتتعلمه هو مرضاة الناس، فصدقني يا صديقي لن تنال رضاهم. الناس دي لم ترضى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فازاي ممكن ترضى عنك؟ لذلك يا صديقي تقبل فكرة ان في بعض الناس هتحبك بدون اي شيء، وبعض الناس هتكرهك برضو بدون اي شيء. ودي من الحاجات اللي انت لو ادركتها هتلاحظ تطور في حياتك كبير جدا، لان هيكون الدافع الرئيسي في حياتك هو ان انت ترضي الله سبحانه وتعالى ثم نفسك وليس الناس. وده لا ينفي او يعني ان انت ما تحاولش تبسط اللي حواليك، بل بالعكس. في مقولة لطيفة كانت بتقول اسعد الناس من اسعد الناس. غير كده انت لو ربنا كرمك وكان لك هدف وغايه من اللي انت بتتعلمه حقيقيه وكنت بتتعلم علم ينتفع به، ففيد الناس اللي حواليك علّه يكون في ميزان حسناتك كعلم ينتفع به ان شاء الله. يمكن الهدف من الفيديو ده يا صديقي هو ان انا دردش معاك في نقطه مهمه جدا، ان احنا دلوقتي بقينا في زمن تقييم الناس للناس اختلف عن زمان كتير جدا. تقييم الناس للناس دلوقتي بقى عباره عن انت عندك كام فلوس وعندك كام شهاده وايه المناصب الاداريه اللي عندك الى اخره، وكلنا عارفين ان ده بقى واقع احنا بنعيشه. فبلاش تعيش في حرب نفسيه بتحاول فيها كل يوم تثبت نفسك للناس. حاول تقعد مع نفسك وتكون صادق وتسأل نفسك ايه الغاية والهدف من وجودي في الدنيا؟ ايه الغاية والهدف من اللي انا بتعلمه؟ هل انا فعلا نفسي اوصل لمكانة معينة تفيد الناس وفعلا يكون علم ينتفع به وحاجة ان شاء الله تفيدك في الاخرة، ولا كل اللي انا بعمله هي اهداف دنيوية لمجرد ان انا الفت انتباه الناس اللي حواليا؟ راجع نفسك يا صديقي، لان اسمن حاجة في حياتك هي الوقت. اقعد مع نفسك يا صديقي وبلاش تمسك موبايل وانت قاعد مع نفسك. اقعد مع نفسك بورقة وقلم، راجع السنين اللي عدت عليك، راجع اهدافك وغاياتك من كل حاجه انت عملتها في حياتك، وحاول يا صديقي تدرك حاجه مهمه جدا، حتى لذه النجاح او لذه السعاده او الفرح مؤقته. لذلك ممكن توصل لمكانه تفضل تهلك في نفسك فيها سنين كتير قوي، وبعد ساعه او اتنين تندثر السعاده اللي كانت عندك نتيجه المكانه اللي انت وصلت ليها وضحيت بالوصول ليها بحاجات كتير جدا كان ممكن تكون افيد ليك من اللي انت وصلت له. عشان كده اقعد مع نفسك، راجع نفسك، انا باخد الكورسات دي ليه؟ انا باخد الشهادات دي ليه؟ النقطه دي مهمه جدا جدا، وكتير جدا مننا بيجهلها او بيهرب من الكلام فيها، لان كل ما كنت حقيقي وواضح مع نفسك كل ما شعرت ان انت بتجلد ذاتك. وبطبيعه الانسان ما بيحبش جلد الذات، او في بعض الناس بتعيش دايما في مرحله من جلد الذات ما بيعرفش يطلع منها، ولكن اغلب الناس بتهرب من الحقيقه، لان الحقيقه دايما ما بتكونش على هوى الانسان. وانا لن اخفيكم سرا، وبعيد عن تزييف السوشيال ميديا وعن فكره ان معظم الناس اللي بتصنع محتوى مرئي بتحاول تظهر الجانب الايجابي في حياتها، بس خليني اكلمكم بصدق. الحقيقه ان انا دلوقتي كوني طالب بتخرج بدات الاقي نفسي بفكر في حاجات كتير جدا. هل انا بعد التخرج ده هستفيد من الشهاده بتاعتي؟ هل هيكون لي فرصه عمل؟ هل هعرف ان انا اشتغل؟ وتساؤلات كتير جدا بدات تيجي في ذهني نتيجه ان انا انسان بيفكر بتفكير بشري قصير جدا، وخصوصا ان انا حواليا ناس كتير متخرجه وللاسف الناس دي ما اشتغلتش ولاقت كم كبير قوي من الضغوطات نتيجه انها اتعلمت لفتره كبيره قوي وما عرفتش انها تشتغل بالشهاده بتاعتها. ولكن كل اللي انا قدرت اوصل له بعد التفكير الكبير جدا اللي وصل احيانا لتفكير مفرط في فكره انا هشتغل ايه وازاي وامتى وفين، هي يا صديقي آية عظيمة جدا، وإن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. فيا صديقي خلي الآية دي دايما قدام عينيك، وتذكر يا صديقي إن الإنسان مسؤول عن السعي، أما النتيجة والنجاح والتوفيق فكل ده من ربنا سبحانه وتعالى. في ناس كتير قوي ربنا بيوفقها في حياتها وفي حاجات كتير قوي هي أصلا ما كانتش مخططة ليها، فبلاش تهلك نفسك في أفكار وفي رحلة كل هدفك منها هي إرضاء اللي حواليك. دايما يا صديقي خليك فاكر إن الغاية من وجودك في الدنيا هي عبادة الله وأشياء أخرى. حاول دايما تركز على رضا الله، لأن الله قادر على كل شيء، قادر إن هو يجمع لك الشغل المناسب في الوقت المناسب، قادر إن هو يوظفك الوظيفة اللي أنت بتحلم بيها، قادر ربنا سبحانه وتعالى إن هو يوفقك لحاجات أنت أصلا مش هتفكر فيها.
وفي نهاية الفيديو ده يا صديقي حبيت أقول لك حاجة مهمة جدا. صدقني النجاح الحقيقي بيتلخص في قول الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هو ده النجاح اللي انت دايما تذكر نفسك بيه وتسعى ان ربنا سبحانه وتعالى يكرمك بيه. وما تنساش ان انت تسأل نفسك دايما ايه الهدف والغاية من اللي انا بعمله او بتعلمه او اللي انا عايز اوصل له. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام عليكم.